بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ارتئيت أن أظهر اليوم كوني نائب ورئيسا للجنة الخارجية، ومع تداعيات أبطال المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بيننا وبين العراق في خور عبد الله. لمحة سريعة عن هذه الاتفاقية. هي اتفاقية تم إيداعها من الجانبين لدى الأمم المتحدة في سنة 2013، وتم الطعن عليها من بعض البرلمانيين العراقيين في سنة 2014، وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن، إلى أن تفاجأنا اليوم بقبول ذات المحكمة التي حصنت هذه الاتفاقية وقامت في سنة 23 بإبطالها. لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية، فبالتالي هو ما هم ملزمين فيه هو شأن عراقي صرف، ولكن أنا أتحدث عن ما ورد فيه في الجانب التاريخي. بداية الاتفاقية، وإن كانت اتفاقية مبرمة من الجانبين وفيها فوائد للجانبين، ولكن إذا كنا نريد أن نتحدث فنيا فهذه الاتفاقية تفيد الجانب العراقي ممكن أكثر من الجانب الكويتي فنيا لضحالة المياه في الجانب العراقي. ولكن موافقتنا في الفترات السابقة على هذه الاتفاقية هي نوع من إبداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار. أنا اليوم أتحدث عن اتفاقيات عديدة أو لها اتفاقيات مع دول، هل ستكون خاضعة للبطلان وقد تطعن في هذه الاتفاقيات وتتسبب في بطلانها؟ أنا اليوم أتحدث عن الجانب التاريخي وما ورد في الحكم ونقاش الجانب التاريخي فيه، وهو ما دعاني إلى الظهور في المؤتمر. إذا كنا نريد أن نتصارح، أنا بالنهاية عضو برلمان، لست ملتزم في الدبلوماسية الحكومية. إذا كنا نتطرق إلى الجانب التاريخي، ففي الجانب التاريخي هناك أنظمة تاريخيا مرت على العراق مختلفة، ولكن اجتمعت على نظرتها الغير سليمة للكويت وشعبها. نرى سياسيين وبرلمانيين عراقيين يسيئون إلى الكويت وشعبها، ولن ننزلق إلى هذا المنزلق، ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا، وإنما هي حكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي. سهل الشتيمة والخطأ وعدم مراعاة الدبلوماسية وأعرافها سهلة، ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات التاريخي على الاتزان، وهذا ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم أجمع. الاتفاقيات الحكومية بينها وبين الدول بشكل عام وبيننا وبين العراق بشكل خاص، أنا قلتها حينما زارنا في بداية مطلع هذه السنة، سنة 23، الوفد العراقي، وكنت في الاجتماع كرئيس للجنة الخارجية، وقلت أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يصهر مؤسسات، تنصهر مؤسسات، وقد يحدد آلية عمل المؤسسات بينها وبين بعضها، ولكن بعمره ما يصهر شعوب ولا يعطي طمأنينة للشعوب. من يخلق الطمأنينة للشعوب هي حسن النوايا. وكنا نتحدث بوقتها على ترسيم الحدود البحرية في العلامة 162، وفي وقتها الجانب العراقي قال ندعو إلى طاولة الحوار وترسيم الحدود بما يخدم مصالح الطرفين. وقلت له بذاك الوقت الكويت يمكن تكون حريصة على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها، مو الكويت اللي ينقال لها أو تنبه على حرصها على تحقيق مصالح الطرفين أو البلدين. اليوم المؤتمر ليس فقط لمناقشة هذه الاتفاقية أو قضية إبطالها، وإنما هي رسالة إلى أبناء الشعب العراقي. بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية، لأغراض أخرى، جر العراق وشعبها إلى وضع سيء، وهذه رسالة إلى الشعب العراقي. هذه اتفاقية المستفيد منها الجانب العراقي يمكن أكثر من الجانب الكويتي، وتمت هذه الاتفاقية يعني من سنة 2013 لمصلحة من إبطالها؟
وليش بهذا الوقت تحديدا؟ وليش التعمد الإساءة إلى الكويت وإلى شعبها وإلى تاريخها؟ إلى متى؟ برلمانيين يسيئون إلى الكويت. الرد سهل والخطأ سهل، ولكن احترام النفس واحترام الذات واحترام المعاهدات الدولية والثبات على الدبلوماسية الحكيمة الكويتية تاريخيا ومع دول العالم أجمع هي الأمر الصعب. ما دعاني اليوم للظهور بأن لا يفهم السكوت ضعف، ولا يفهم أن الاحترام هو جبن أبدا، ولا تبنى العلاقات الدولية بهذا الشكل. مشكورين وما قصرتوا.